قال لي: راه شي وحده لقاوها ميته ما ميتاش. قلت له: ياك لاباس. قال لي: راه ودي لقاوها ميته، راه قال لك عام ولا عام ونص. تخيلوا معايا واحد السيده غادا تموت وبنتها غادا تخليها معاها في الدار لمده عام وهي معاها في نفس الدار. كيفاش غادي يعرفوها وشكون اللي غادي يعرفها؟ هادشي كامل اللي غادي نعرفوا في هذه القضيه ديال اليوم. القصه ديالنا غادا تدينا لمدينه مكناس، بالضبط في واحد الحي سميتو الدار الكبير. عند واحد السيده تقريبا غادي يكون في العمر ديالها واحد 56 عام، وبنتها تقريبا غادي يكون في العمر ديالها شي 26 عام حتى ل 25 عام. وهاد السيده اللي ماتت واللي القصه ديالنا كامله عليها عندها ولاد اخرين في اوروبا، ولكن ما بقاوش كيجيو عندها. ومره هاد المراه اللي ماتت كان كيجي عندها خوها كيطل عليها. وهاد المراه وبنتها كانوا عايشين مزيان، والدرب كامل او الحومه كامله كيقولوها فيهم زوين، والبنت زوينه ما شاء الله وقاريه وفاهمه، وهذا الشيء بشهاده الجيران كامل. اما امها كانت مريضه نفسانيا، يعني كتبقى تهضر راسها، تضحك راسها، تبكي راسها، مهم مريضه. راكم عارفين شي واحد كيكون مريض عقلي. وكانت ديما كتضرب هاد بنتها. المهم كانت كضربها كتسلخ هذيك البنت مسكينه، كل مره تجي من المدرسه ضربها. وديما الجيران كيسمعوا الغوات وكيسمعوا البيبان كيتردخوا. ولكن الحاجه اللي زوينه في هذه القصه ان الام وبنتها كانوا كيبغيو بعضياتهم بشهاده الجيران، وكان بيناتهم حب كبير. واخا الام كانت كتضرب بنتها ولكن كان بيناتهم واحد الحب اللي ما يمكنش. وهنا مع مرور الوقت والبنت بدات كتكبر، حتى الدريه غيطرى لها نفس داك الشيء اللي طرى لامها، ولا عندها مرض عقلي. وهاد البنت وبشهاده العساس ديال الحومه ولات كتهضر راسها وكتضحك راسها. وقال العساس انها كتقول ليه انها كتهضر مع الملائكه ديالها. شنو كتبقى تدوي بوحدها ولا كتبقى غادا وتتبقى تجلس معنا هكا غادا. كيفاش قلتي لي كدوي مع الملائكه حق الملائكه كذا؟ هذاك الشيء اللي كيتخيل لها اللي كيتخيل لها معقله وكانت عايشه معها هاد المراه. عايشه معنا. العساس كيأكد ان البنت ما بقاتش طبيعيه، يعني ولات مسطيه بمعنى الكلمه، حيت هاد العساس كان ديما كيتسخر ليهم وديما كيجي يتصاوب ليهم البوط. ولكن ملي داز واحد المده ما بقاوش كيعيطوا ليه يتسخر ليهم، وما بقاش كيشوف البنت وما بقاش كيشوف الام لمده عام تقريبا. وحتى الجيران كيأكدوا انها لمده عام ما بقاوش كيشوفوا الام. والبنت قليل في كتخرج للزنقه كتجيب شي حاجه باش تاكلها. ومن ولا كيجي خو الام باش يشوف اختو، بنتها كتقول ليه ماما ما كيناش، مشاش عند خوتي لاوروبا. وهاد خالها كيعيا ما يدق، وما كاينش اللي كيجاوبو وما كاينش اللي كيحل عليه الباب. وخالها هنا بدا كيدخلوا الشك، هو عيط للعساس قال لي: راه كنجي كندق وكنجي كنغوش وما كيجاوبونيش. ولا جاوبتني الدريه كتقول لي: ماما راه مشاش عند خوتي لبلجيكا، وانا فين ما كنجي ندق حتى واحد ما كيحل عليا الباب. اشنو بالك نعيط للبوليس؟ وهنا العساس غادي يقول لي: من حقك. وداك الشيء اللي دار خالها، عيط للبوليس. وملي جاو البوليس وحلوا الباب كيتفاجئوا ان الام ميته، بقاو فيها غير العظومه. لان قالك لقاو غير الهيكل، ما كاين لا عظم لا حتى شي حاجه. الدود قالك والو. دابا الناس قالك لا داك اللحم يكون تكل مع ديك المده يكون تكل، راه بقاو هي العظام. قلت له ما يمكنش، الريحه غتعطى اي حاجه. شوف غير اللحم الا كان عندك في الدار وحطيتيه غيعطي الريحه. وتخيلوا معايا كيفاش هاد البنت مخليه حداها امها لمده عام وهي ميشه ديك الام والبنت مخليها حداها. بعض الناس من الجيران شي كيقول انها كانت محنطاها، والبعض الاخر كيقول انها كانت ديرها في الملحه باش ما تخنش وباش ما تعطيش الريحه. وفعلا الجيران كاملين حتى شي واحد ما شم الريح، ولكن البوليس هما اللي عارفين الحقيقه. وكيقول العساس انهم من كانوا مخرجين البنت وما البنت كتقول لهم: علاش غتفرقوني على ماما، ما تفرقونيش مع ماما. هادشي كيبين لينا ان البنت والام كانت بيناتهم واحد العلاقه اللي كبيره وعلاقه حب اللي كبيره. هادشي اللي خلى البنت واخا امها كانت ميشه ما بغاش تخرجها وما بغاش تقولها للناس، رغم ان الام كانت ميشه ولمده عام والريحه. والبنت ما بغاش تفرق على امها. والبعض الاخر كيقول ان البنت هي اللي قتلت امها، ولكن هادشي عارفينه غير البوليس، واش هي اللي قتلت امها ولا امها ماتت موتة الله. ولكن الغريب في الامر في هذه القصه هذه، رغم ان الميت كتخرج منه واحد الريحه اللي راكم عارفين الا كان شي واحد ميت راه كتخرج منه واحد الريحه اللي يقدر يشمها اي واحد، الجيران كاملين ما شموش ديك الريح. وبعض الناس كيقولوا ان البنت كانت خايفه من خالها لا يعرف ان امها ماتت ويجي ياخذ لها الدار ويخرجها للزنقه. ولكن من وجهه نظري انا كيبان لي ان البنت من كثره حبها كما قلت في الاول هو اللي خلاها انها ما تقول حتى واحد راه امها ماتت، باش ما يبعدوهاش عليها وباش ما يديوهاش يدفنوه، وباش الام ديالها تبقى حداها وصبرات لديك الريحه الخانزه اللي كتخرج من الميت. وكنتمنى تعطيونا رايكم في التعليقات وكل واحد يقول لنا رايه، والراي الحقيقي في هذه القصه هذه عارفينه غير البوليس. والسلام عليكم.